السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة كل ما يهمك في الحياة، الناس طلبت مني معلومات عن الفلوماك. طبعا الفلوماك لو عندك ما بيفصلش، في 3 خطوات هقولك عليهم لازم تراجع عليهم. أهم خطوة فيهم اللي انت بتربط المسمار ده اليمين كده، في مسمار هتلاقيه هنا كده هتربطه بمفك عادي. هتربطه ازاي؟ لازم تقفل المحبس العمومي ده وتفتح حنفية تفضي المية اللي في المواسير خالص عشان المسمار ده يبقى سهل معاك. هتربطه على يمين كده للآخر هيفصل معاك. لو ما اشتغلش معاك، تاني حاجة تشوفها لازم الموتور ترستره، يعني الفلوماك ده لازم يترستر عشان ياخد على حجم المية اللي داخلالك، يعني يمشي مع المية اللي داخلالك. لو ضعيفة هيتأقلم عليها، لو جامدة هيتأقلم عليها، فلازم ترستره. طب هرستره منين؟ هرستره من هنا. شايفين الزرار ده؟ بندوس عليه كده تمام اهو، فصل اهو. الزرار دوت اللي بيرستر الفلوماك عشان يأقلم نفسه مع المية اللي داخلالك. تالت حاجة، لو الموضوع المية ضعيفة بتشوف اللهم صل على النبي، السكس بلف ده لو مسدود او معلق من جوه هيدخلك المية ضعيفة، فلازم تكشف عليه. ان لو المية داخلالك ضعيفة لازم تشوف السكس بلف دوت، هو دوت اللي بيخلي المية ضعيفة فما بتشتغلش معاك كويس. يبقى احنا كده عشان في الناس اللي طلبت 3 حاجات هنكشف عليهم. المسمار ده لو هو ما بيفصلش معاك هتربطه ناحية اليمين، تمام؟ ادي اول حاجة. تاني حاجة هنرستر من الزرار الاحمر ده، واضح اهو، بتدوس عليه، هو الزرار ده تاتش، بتدوس عليه دوسة بس كده وخلاص، تمام. تالت حاجة السكس بلف دوت لو مسدود المية مش هتطلع لك، مش هتخش كويس. طبعا المسمار اللي هنا يا جماعة دوت اما تيجي تربطه وهو الموتور كده هيبقى جامد، مش هيتربط معاك خالص، مش هيتربط. فلازم تعمله، تقفل المحبس العمومي خالص، تقفل المحبس وتفتح الحنفية عندك فوق، ايا كان بقى، حنفية ارضي في اي حنفية، تفضي المواسير كلها من المية. بعد كده هتلاقي المسمار ده بقى سلس معاك، بيربط بسهولة خالص، هتلاقيه مرن معاك. تربطه ناحية اليمين كده وتجرب، هتلاقيه يفصل معاك كويس وهيشتغل معاك كويس ان شاء الله، مفيش اي مشاكل. ولو في اي حاجة ممكن تقولولي في التعليقات وانا هرد عليكم. وما ننساش بقى الناس اللي هتستفاد اللايك والشير والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.